مساء النور حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح بخير على خير. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل فرحانات ومطمئنات كما عودتكم هنايا في بدايه الفيديو. هنايا اللي حتزور قناتي اول مره ما تنساش تشترك في القناه، مرحبا بكم. ومننساش هنايا نشكر المتابعين اللي راهم معايا انايا اللي راهم يتبعوني، وشكرا على الدعم تاعكم. المهم حبيباتي، كما راكم تشوفوا هذا الفيديو مختلف عن الفيديوهات الاخرين. المهم هنايا فيه السهره، فيه السحور، فيه المهم فيه مملحات، فيه وصفه تاع القراطه، فيه الوصفه تاع المعقوده، وفيه لي تارتولات. المهم حبيباتي، كما راكم تشوفوا هذا الفيديو قلت لكم مختلف عن الفيديوهات. المهم حبيباتي، اذا كنتم تشاهدوا في هذا الفيديو مر الفطور صحه فطوركم، اذا كنتم تشاهدوا في الفيديو في وقت السحور صحه سحوركم. المهم حبيباتي، هنا شاركت معكم هذا الفلون تاع حجم عائلي، هنا نسيت باه نقول لكم. المهم هنا شاركت معكم حبيباتي هذا كما قلت لكم انا حبيبتي، شاركت معكم هنايا الروتين تاعي في رمضان كيفاه ندوز نهاري. المهم حبيبتي، كما راكم تشوفوا هنايا كنت دخلت الكوزينه انا واختي. المهم اول حاجه بديت بها هنايا كي نوض الصباح. المهم كيما بكم التسياق وكاع. المهم اول حاجه انا بديت بها، انا كنت حمصت هذا الكاوكاو. المهم كيما بالكم بلي انا نشري كيما راكم تشوفوا مشي على بالكم، كيما راكم تشوفوا انا نشري هذا الكاوكاو اللي بقشورو يعني. وما نشيش انا هذاك الكاوكاو اللي يجي هكا ابيض على بالكم بلي. كما راكم تشوفوا حبيبتي، اول حاجه بديت بها هنا يكون درت هذا الفلامب، درته في هذا المول تاع المسكوتو ولا. المهم هذا المول يعني عندي مده وانا حابه نشريه. المهم شريته وشاركت معكم اول وصفه درتها فيكم. اول وصفه درتها فيه، درت هنايا هذا الفلان تاع كراميل بحجم عائلي، يعني كما يقول لك هذا الفلان كبرنا عليه سيرتو في هذا المول يعني. كي كنا احنا صغار كانت ماما الله يحفظها الله يسترها ان شاء الله يا ربي، كانت تديرنا في هذا المول تاع. كما شفتوا هنا في الفيديو، هنا درت لي 3 حليب ودرت 4 مغارف سكر ولا 5. المهم السكر على حسابكم. ودرت هنا 4 مغارف لحظه، ودرت باه تجيكم ثقيله، يعني لازم لحظه نديروها باه تجي معكم. وكما شفتوا هذه الكراميل درتها في المول، ومن بعد دخلتها في الفريجيدان خليتها جمدت. ومن بعد درت الفلون هو سخون كما راكم تشوفوا هنا، كنت قلبته في الطبسي يعني بكل سهوله، يعني ما لصقش معايا في المول ولا. المهم نجح معايا. ولا انا حبيبتي هنا كانت عندي لاباط تاع لي صابلي، كنت هنا درتها في هذو ليمون. كما شفتوا هنايا الوصفه تاع وصفه تاع لي تارتولات راني شاركتها معكم قبل الفيديو هذا. ولا انا حبيبتي كنت هنايا كان عندي الطون تاع. وانا حبيبتي هنا جبت لكم فكره هنا باه ما يخسرلكم الشطه تاعكم. هنا كنت فتحت هاد البطاطا طون. المهم باه ما يخسرش معكم، هنا كانت عندي هاد البلارات كنت غسلتهم مليح ونشفتهم. المهم هنايا كانت بطاطا درت لي هاد البلاره وحده برك، واللي بقات لي هنا كنت درتها بيتزا. المهم حبيبتي هنايا باه الطون تاعكم ما يخسرش، لازم ديروه في كاش عفسه هكا بورطمونجي تاع الزجاج ولا بلاره ولا. المهم باش ما يخسرش معكم. وين حبيبتي هنا كنا درنا الشوربه، وهنا كانت اختي دارت المثوم. يعني المثوم هنايا باللحم والحمص ويعني هنا شاركت معكم هذه الوصفه تاع القراطه، يعني تاع القراطه تاع بيض نجال. يعني سهله واقتصاديه وبنينه، يعني ما فيهاش صوالح بزاف. ولا انا حبيبتي كما شفتونا في بدايه الفيديو انا قلت لكم شاركت معكم وصفه تاع القراطه بالبيضنجان يعني. كما راكم تشوفوا حبيبتي هنا نحتاجو هنايا البيضنجان. هنا كنت نقيته وقشرته كامل، وهنا كنت رمدته في الفرينه وقليته. بالنسبه هنا لافاكس تاع الدجاج، هنايا كان عندي صدار تاع الدجاج مرحي، وهنا درت الكمون، درت الطوماطيش، درت الثوم وراس الحانوت، ودرت الفلفل الكحل وشويه عكري. والمهم حبيبتي هنا من بعد ما طاب لي هذاك الصدر تاع الدجاج، المهم هنا استعملت غير الصدر تاع الدجاج. وانا حبيبتي كنت قليت بيضنجان، يعني كيما راكم تشوفونا بيضنجان تقدروا ديروه تقطعوه كاري ولا تقطعوه هكا مرصوات صغار ولا تقطعوه ديروندال. المهم انا قطعته على الطول كيما راكم تشوفونا. كنت قليت البطاطا ديروندال نفس الطريقه تاع الباذنجان يعني. وهنا كنت حبيبتي هنا كنت درت الطبقه الاولى بطاطا، والطبقه الثانيه درتها دجاج، والطبقه الثالثه باذنجان كيما راكم تشوفونا.
وكما راكم تشوفوا حبيباتي هنا كنت استعملت بالنسبه للباذنجان هنايا ما تكثروش، لو كان حتكثروا باذنجان يعني ما حش تجيكم بنينه. المهم هنا درت طبقه برك تاع باذنجان، ما كثرتش، درت ايطاج واحد برك. وبالنسبه للفرماج انا استعملت هذا النوع برك، تقدروا ديروا فرماج رابي ولا شيزي ولا، المهم انا درت هذا الفرماج شيزي تاع كاري تاع الهامبرغر. وانا حبيبتي هنا كنت درت لاصوص بيشاميل، يعني راح تعطيها واحد البنه ولا اروع، يعني كما قال الشيف فارس. هنا يا حبيبتي درت هنايا مورسو تاع زبده حوالي 30 غرام ولا 50 غرام. وكما راكم تشوفوا انا درت زوج مغارف ونص فرينه، كنت حمصتها كامل مع ديك الفرينه، كنت حمصتها مع الزبده. وهنايا درت نص ريتله حليب، كما راكم تشوفوا انا درت الحليب. تقدروا هنايا اذا كانت عندكم صوص تاع دجاج ولا تاع لحم تقدروا تستغنوا عن الحليب يعني، وديروا هذيك لاصوص. المهم راح تعطيكم واحد البنه ان شاء الله بربي، حنشارك معكم هاد الكراطه لاصوص بيشاميل بالذوق تاع لاصوص تاع الدجاج ولا تاع اللحم. المهم حبيبتي هنا كنت درت لها فرماج رابي وفرماج شيزي. المهم حبيبتي هنا من بعد ما طابت لي الكريمه وثقلت، المهم هنايا بالنسبه للكريم، بالنسبه للاصوص تاع بيشاميل هنا ما خليتهاش ثقلت مليح، يعني خليتها شويه خفيفه، على بالكم بلي راح تطيب في الكوشه وراح تولي ثقيله. كما راكم تشوفوا هذه الكراطه تاعنا اللي تحصلنا عليها. وانا حبيباتي من بعد ما طابت الشوربه كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما طابت وطفينا عليها، هنا قاعده نوريكم. وبالنسبه هنايا المثوم اللي كنا درناه كما راكم تشوفوا هنايا الله درتو بالمعدنوس، الله كما راكم تشوفوا حميصه واللحم. المهم حبيتي هنايا ما شاركتش معكم الطريقه كيف دايروه، المهم صورت لكم هكا مقطع صغير برك. وهنا كانت حبيبتي عندي لاباط فيتي، كما راكم تشوفوا هنا كنت قسمتها على زوج، وهنا كانت في الكونجيلاتور يعني. المهم جبتها قبل ما نستعملها، على بالكم بلي لاباط في تيجي حساسه بزاف. المهم حبيتي هنا استعملت لها الفرينه كميه مليحه تاع فرينه، وهنا كنت قطعتها هكا كاريات. وهنا درت لها لاصوص تاع انا ما درتش صوص طوماط، هنا درت لاصوص تاع كيتشاب. هنا كنت طيبت الكيتشاب، ان شاء الله بربي نعاود نشاركها معكم. المهم حبيبتي هنا درت لاصوص تاع كيتشاب ودرت فرماج، درت انا زوج انواع، درت فرماج شيزي ودرت فرماج رابي هذا. وكما راكم تشوفوا حبيبتي هنا كنت نحيت هذيك الفرينه اللي فوق لاباط باه تطلع معنا وندهنها. وانا درت الزيتون، المهم هنايا غلطت باه ندهن قبل. المهم كنت نحيت هذيك فرينه ودرت الزيتون، والمهم هنا كنت دهنتها بحبه بيض. وكما راكم تشوفوا هنا بعد ما طابت وحمرت لي الله هنا كنت درت لها شويه طون شويه فرماج بالنسبه للتزيين يعني. وهنا حبيبتي جبت لكم هاد الوصفه تاع المعقوده، يعني ناجحه 100%. وكما راكم تشوفوا هنا كنت طيبت البطاطا بقشورها ما طيبتهاش، المهم ما صورت لكمش كيفاه. المهم حبيبتي هنا قلت لكم طيبت البطاطا بقشورها باه تنجح معكم. وهنا كنت درت لها البصل ودرت لها المعدنوس. وبالنسبه لي زيبيس هنا المهم هنا يدير لها كميه مليحه تاع المعدنوس والبصل، يعني كميه مليحه تاع معدنوس وكميه مليحه تاع البصل. وهنا درت لها شويه قرفه شويه كركم، ودرت لها هنايا زوج حبات بيض. وهنا درت لها بالنسبه لي زيبيس هنايا درت لها الملح فلفل اكحل، درت لها شويه كمون يعني باش تعطيني البنه هايله. وهنا حبيبتي هنايا كنت درت لها الفرينه، وهنا كنت نسيت الفلفل الاكحل ما درتوش، المهم هنا درته معكم. بالنسبه هنا الفرينه ما تكثري لهاش الفرينه باه ما تجيكش شغل، المهم باه ما تحسيش ديك الذوق تاع الفرينه، المهم تحسي غير الذوق تاع البطاطا. المهم نديرو حوالي واحد 4 مغارف هكذاك. وانا حبيبتي كما راكم تشوفوا هنا كنت قليتها وحمرتها من بعد ما طابت. وحبيبتي كما راكم تشوفوا هذه هي الطابله تاعنا تاع رمضان، هذه هي المائده تاعنا تاع شهر رمضان الكريم. هنا كنا درنا الشوربه وشلاضه اللي كنا طيبناها، شلاضه تاع الخضره. وبالنسبه كما راكم تشوفوا حبيبتي ولا انا حبوباتي قاعده نوريكم في الشوربه كيفاه جات كيفاه طابت لنا. ومن بعد حبيبتي المهم قاعده نوريكم في الفيديو تاعنا كيفاه حطيت وكاع. المهم هنا ما حطيت لكمش كيفاه حطيت. المهم حبيبتي هاد البيتزا اللي كان دارتها اختي بيتزا كاري، وهنا كنت نحط في الجي يعني. المهم كما راكم تشوفوا صحه فطوركم صحه سحوركم حبيباتي. المهم حبيبتي كما راكم تشوفوا
ولا انا حبيبتي نسيت باه نوريكم الكراته كيفاه جات من الداخل. المهم حبيبتي انا كنت قسمتها معكم، وهذا هو الفلون اللي درته معكم بحجم عائلي. وبالنسبه للسهره حبيباتي كما راكم تشوفوا هنايا، بالنسبه للسهره كنا طيبنا لاتاي وشرينا لي تاغت. المهم حاجه ما خدمتهاش من غير الفلون برك اللي خدمته في الدار، يعني هذا اللي راكم تشوفوا فيهم لي تاغت والباتيسري ميم هاد الامباسادور يعني. كنت شريتها، انا كنت شريتها 15 ميل هذيك الامباسادور ومام الباتيسري الله يبارك واحد البنه ما شاء الله. وانا كنت حبيبتي درت هاد السهره، حطيت الفانوس، حطيت الشمع، حطيت هذوك الوردات الحموره. المهم حبيبتي هنايا من بعد ما سهرنا وكما كنتم تشوفوا هنا كنا درنا طعام بالزبيب الله الله والرايب. المهم حبيباتي صحه سحوركم، تهلاو في رواحتكم.